عليكم. النهارده جايه لكم بوصفه بجد كلنا محتاجينها في الحر ده، وهي كيكه ايس كريم البارد. مكوناتها سهله وكمان ما خدتش معايا وقت خالص. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك، ولو اول مره تشوفي قناتي فعلي زر التنبيه عشان يوصل لك كل جديد. تعالوا بقى نبدا وصفتنا. هنجيب كده 2 كيس من الكريم جانتيه، هنحط عليهم 1.5 كوبايه من اللبن البارد. هنبدا نخلطهم مع بعض كويس جدا لغايه ما يوصلوا معايا للقوام ده. تمام. هنا هحط على الخليط ده 1 كوبايه من الايس كريم، وانا عملت فيديو في القناه عن الايس كريم. هنا هناخد 1 كوبايه منه ونحطها ونبدا نضربهم مع بعض. هنا بقى هحط عليهم معلقه صغيره من الفانيليا السايله عشان تدي كده ريحه حلوه ونكهه حلوه للخليط بتاعي. هبدا يكون معايا كيسين من اوريو، هكسرهم بايدي كده تكسيره بسيطه وابدا احطهم. تمام. وهكون كمان عندي كيكه مقطعاها صغير، هنبدا برضو نحطها ونقلب كويس جدا. عندك بقى كل انواع الفاكهه اللي عندك في البيت ممكن تحطيها. عندك انا هنا حطيت موز، عندي مانجا، عندك عنب ممكن تحطي، عندك فراوله بتبقى رائعه بالفراوله، يعني اي فاكهه بتستقبلها. ابدا بقى اخلطهم كده كلهم مع بعض. وهنا حبيت ان انا ازود من تيست الطعم شويه فزودت شوكليت شيبس. تمام كده خلاص. هنا هجيب بقى قالب كيك وهكون حاطه فيه اكياس سندوتشات كده ومحرفاها من على الحرف كده عشان اقفل عليها بعد اهو كده. بسيب كده جزء منها عشان اعرف اقفل. وهنزل بقى بالايس كريم بتاعي اهو كده. طبعا حابه تحطي بسكويت بدل الكيكه براحتك، عايزه تحطيه في النص وتعملي زي طبقه في النص مش مشكله، يعني انت تكيفيها زي ما انت عايزه. كان عندي كيك فحطيته ورحت مقفله عليه برضو بالايس كريم من فوق. طبعا هبدا خلاص كده اسويها من فوق واقفل بقى عليها بالكيس من فوق زي ما انتم ما شايفين كده. هبدا اقفلها اهو وادوس دوسه بس من فوق عشان اساوي الكيك بتاعي، واضربها ضربه كده عشان كلها تبقى سوا بعضها، وادخلها بقى الفريزر لمده يوم كامل. بص قعدت يوم كامل في الفريزر، خرجتها اهو. هبدا بقى اشيل الكيس كده من عليها وابدا اقلبها اهو. شكلها بالفاكهه بالايس كريم بالكيك بالاوريو شكلها حلو قوي كده. خلاص انا شلت كل الاكياس من عليها. هنا بقى انا كان عندي، انت لو عندك اي صوص ماشي، انا عندي صوص شوكليت رحت حطاها من فوق كده مع سبرينكلز. عندك ممكن اي صوص انت عايزه تحطيه عليها، ممكن نحط عليها فاكهه من فوق، يعني حسب ما انت عايزه تزيني الكيك بتاعك. وابدا اقطعها بقى. بصوا الالوان متجانسه بقى مع بعض، شكلها بصوا جميل ازاي وطعمها فعلا جميل. الفواكه مع بعض مع الايس كريم مع الاوريو مع الكيكه بتعمل طعم رائع. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. اتمنى اكون عملت وصفه تعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسيش تدوسي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.